أنا ماسكين الكوفي ونتكلم عن الرومونتادا ونتكلم عن ريال مدريد. أبى أسلط الضوء عن رومونتادا برشلونة يوم أمس، واللاعب اللي فرق في الرومونتادا يوم أمس. أنا عن نفسي أشوف صحيح قدم رافينيا مباراة بطولية، ولكن اللاعب اللي فرق هو أولمو. لاعب مش طبيعي هذا يا جماعة، لاحظوا كيف يتحرك بين الخطوط. لاعب مهاري، لاعب عنده مهارة مش طبيعية وإحساس بالمكان والزمان، شيء خرافي. تسجيل الهدف الأول أو الهدف الثاني لبرشلونة بالتحديد وهدفه الأول هو اللي أعاد الأمل لفريق برشلونة. شوفوا تحركه كيف كان، وهو مثل ما نعرف أنه هو تسبب في ركلة الجزاء. شوفوا تحركه ومهارته هذه مش طبيعية. لاعب يوم يكون متواجد يقدم حلول كبيرة جدا لأي فريق، فكيف فريق مثل برشلونة يضغط ويحب يلعب بين الخطوط؟ صراحة مكسب، وإذا استمر أولمو بعيد عن الإصابات ممكن ينافس ترى على جوائز فردية.